طب هل في حاجة بقى بتعلم ريادة الأعمال؟ يعني بتعلم إزاي تعمل دراسة جدوى، إزاي تدير محفظة في البورصة؟ هل ده متاح ولا ده موجود عند الشركات؟ بص، البورصه مختلفه، رياده الاعمال او اللي عايز يتعلم حاجه، خلينا في احنا كلنا اللي عايز يتعلم حاجه، اصبح التكنولوجيا طبعا. موجوده والانترنت موجود، مم. وكلنا لو عملنا سيرش بشكل دقيق هنبدا ناخد خطوات فعليه. مم. محتاجين ان احنا كمان كبلد ان احنا نبدا نركز احنا محتاجين ايه. مم. يعني ايه احنا محتاجين ايه؟ يعني انا لما عندي استراتيجيه واضحه للاقتصاد المصري ورؤيه، هقول والله انا محتاج ان الشباب المصري ده يبقى متالق وبيعمل مشروعات في البرمجه او في الذكاء الاصطناعي. مم. تمام. فابدا اديله تسهيلات وابدا اديله رؤيه كدوله ان انا كشعب بساعد الشباب انها تبقى رقم واحد في هذا الشأن، سواء مم. البرمجه او الاي اي. طب مين اللي بينافسني؟ فسي مثلا بتنافسني الهند. طب ايه الادوات اللي موجوده في تمام. الهند وايه الادوات اللي موجوده عندي؟ مم. طيب انا النهارده قادر اعمل ايه عشان انمي الشباب بتوعي؟ خصوصا ان انت لما بتبص بره مصر بتلاحظ ان في شباب كتيره جدا مصريين متالقين جدا فيما يتعلق بالبرمجه والاي اي، موجودين في طبعا. كافه الشركات الكبرى على مستوى العالم. مم. ازاي انا اقدر النهارده استفيد من هذا الشباب او من هذه المجموعه من الشباب وانميهم واقول لهم لا، انت ببلدك ممكن تعمل مشروعات وتعمل طفره في هذا المجال. لان مم. يعني احنا اقتصاديات كبيره جدا بتعتمد على التخصص، وده اللي احنا مفتقدينه في مصر. يعني ايه؟ مصر بلد كبيره جدا فيها زراعه، صناعه، تجاره، استثمارات عديده، مم. لكن محتاجين نتخصص. محتاجين انا وانت كده لما نقعد نكلم اي حد في الشارع من اول مواطن بسيط لحد الحكومه، مم. نبقى عارفين ان مصر في 2050 هتبقى رقم واحد في الصناعه دي. الصناعة دي أي صناعة؟ اي صناعه، بس نحدد رؤيه. يعني ايه؟ يعني النهارده بنجلاديش متخصصه في الملابس، مم. الهند متخصصه في البرمجه، تايوان صح. عليها صراع امريكي، صراع امريكي روسي صيني على تصنيع الشاشات. تصنيع الشيبس. الشيبس. مم. اوكي. وبالتالي الدول لما بتتخصص في حاجه بتبقى الحاجه دي هي القاطره، كل المجالات بتشتغل بس هي الحاجه دي اللي بتميزك بشكل كبير. المغرب النهارده بتروح على صناعه السيارات الكهربائيه وبطاريات اه. السيارات الكهربائيه. طب تعتقد إيه القاطرة اللي ممكن تبقى بتاعتنا؟ لا، لازم ده مش شخص اللي يقولها، دي لازم مجموعة عمل متكاملة تحط رؤية واضحة. مم. ايه المواد الأولية اللي موجودة في بلدك تقدر تستفيد منها، بدل ما تصدرها كمواد أولية لا تستفيد منها في صناعة وتطلعها بشكل كويس مم. وتتخصص فيها. ايه الميزة اللي عندك تنافسية؟ ايه الحاجة اللي ممكن اعملها؟ العالم النهاردة اصبح زي ما بيقولوا قرية صغيرة. مم. انا راجل مستثمر جاي من بره، ليه استثمر في مصر ما استثمرش في كينيا، ما استثمرش في السعودية، ما استثمرش في دبي؟ ايه الميزة اللي مصر المميزات. بتوفرها لي؟ مم. اهم المميزات اللي انت عايزها استقرار تشريعي. حضرتك سالتني مفهوم. السؤال كده في البدايه لما قلت لي انت عضو اللجنه الاقتصاديه في مجلس الشيوخ، مم. ماذا نحتاج في التشريعات؟ مظبوط. نحتاج استقرار. يعني ايه مم. استقرار؟ يعني ما يضعف الاقتصاد المصري التعدد في تغيير القوانين تعدد الاقتصاديه. تغيير القوانين الاقتصادية. بالظبط، انا مم. بعمل تعديل وبغير القانون، اصبح ده امر سيء للغايه للمستثمر لانه يحتاج استقرار تشريعي. الجزء الثاني، احنا بنتكلم على جمهوريه جديده، مم. بنتكلم على مصر الحديثه. ما ينفعش النهارده يبقى عندي القوانين الاقتصاديه بعضها متضارب مع بعض. وهنا ده بمعنى. بقى ان في ممكن مواد في قانون الاستثمار متعارضه مع قانون التنميه الاقتصاديه او مم. التنميه الصناعيه. او النهارده في مميزات انا مش عارف استفيد منها عشان هي موجود في قانون ومش موجود في قانون تاني. او قانون الخاص بالمناطق الحره في بعض الخلل في اجزاء معينه. مم. او قانون الاستثمار انت مش عارف تفعله بشكل صح. لا، النهارده اعتقد ان احنا اصبحنا بحاجه الى قانون اقتصادي موحد للدوله المصريه. نقول هنقعد نشتغل عليه 5 سنين. قانون اقتصادي موحد. موحد مم. بيجمع كافه القوانين الاقتصاديه وبيبقى قانون شامل للدوله المصريه. مم. احد اهم مبادئه ان هذا القانون لديه استقرار تشريعي لا يتغير لمده زمنيه. طب مم. ليه لا يتغير؟ عشان اقدر انا كمستثمر اعمل دراسه جدوى حقيقيه للمشروع الاستثماري بتاعي طبقا للقواعد والقوانين اللي موجوده عندي. فاقول انا هكسب كام. على فكره حق المستثمر يكسب، المستثمر مش جاي عندك طبعا عشان اي طبعا حاجه غير ان هو مستثمر ليه. يكسب. مم. فازاي تكسب المستثمر؟ هتكسب انت كبلد. لازم النهارده كمان هقول لك يبقى عندك رؤيتين مختلفتين. انت مم. بلد النهارده عندها مشكله كبيره جدا. ايه المشكله؟ ايه المشكلة؟ حجم مصروفاتك اكتر من حجم ايراداتك. ولما انبسطها شويه هقول ان انا البيت مم. بتاعي بصرف اكتر من مرتبي. مظبوط. طب ماشي، اعمل ايه؟ نعمل ايه؟ فبستلف بس. او بزود ضرائب. فبعتمد مم. في اصلاح او في حل المشاكل الاقتصاديه على السياسه الماليه اللي هي ايه؟ فرض ضرائب اكتر فتبقى الحصيله الاكبر لايرادات الدوله من الضرائب، مم. او اقتراض مم. فيبقى بحمل اجيال قادمه. طب انا كده متبع السياسه الماليه، ما تيجي نفكر شويه ان احنا نتبع سياسه استثماريه.
يعني ايه سياسه استثماريه؟ يعني ابدا ازاي افتح مجال للمصانع والشركات والاستثمارات الاجنبيه والمحليه ان يبقى عندها امتيازات كبيره جدا، وبالتالي يحصل ضخ اموال واستثمار كبير جدا في مصر في مجالات كبيره جدا، وبالتالي هشغل عماله، هيبقى عندي تكنولوجيا حديثه، هطلع عائد من الاستثمار ده لان انا هطلع منتج ذو جوده عاليه قادر على التصدير، فابدا اصدر. النهارده بنتكلم ان الصادرات المصريه في اول 2025 كانت متصدره المشهد، وهي المصدر الاساسي للعمله الصعبه. زياده 57% في الصادرات المصريه غير النفطيه، تفوقت حتى على تحويلات المصريين في الخارج بشكل كبير جدا. طب ايه اللي تصدر في الصادرات المصريه غير النفطيه؟ قطاع الملابس الجاهزه زاد بنسبه 22%. الملابس الجاهزه. طب زاد ليه؟ لما حصل النهارده القرارات الامريكيه الخاصه بفرض بعض الرسوم الجمركيه على الدول، ده حصل استغلال للسوق المصري، لان انت الرسوم الجمركيه اللي عليك اقل من بعض الدول الثانيه، فبدات تيجي مصانع العماله بتاعتك كمان تعتبر عماله السالري بتاعها او التكلفه بتاعتها شويه اقل من الاسواق الثانيه، وبالتالي النهارده بدا يبقى في نشاط للسوق المصري، ومصانع كبيره بتبقى موجوده في مصر في قطاع الملابس الجاهزه، وبالتالي النهارده بتنتج منتج بجوده عاليه، كمان بتفتح اسواق تصديريه جديده، فبقى عندك ما يسمى الاستدامه في استدامه دولاريه. يعني ايه استدامه دولاريه؟ اهم حاجه بندور عليها النهارده الدولار، صح، يرتفع الاحتياطي النقدي، يديك استقرار لعملتك، يديك استقرار لكل مؤشراتك، لا يتحكم فيك احد. ازاي ما تعمل دوت؟ ان انت تصنع حاجتك بايدك، انك تصنع في بلدك حاجتك بايدك، وحاجتك دي تبقى عندها جوده عاليه باسعار تنافسيه، فتقدر تصدرها، فتوصل لصادراتك ما يتعدى ال 100 مليار دولار. فيبقى النهارده احد المصادر الدخل المستدامه هي الصادرات المصريه، المنتجات المصريه. طب يعني ايه بتكلم؟ طب ليه قناه السويس ما يعني مش يعني طبعا لها اهميه كبيره، لكن ليه الصادرات اهم بكتير؟ لان قناه السويس ايرادها بيرتبط بالاحداث الجيوسياسيه. لما شفنا احداث طبعا البحر الاحمر لقينا ايرادات قناه السويس انخفضت بشكل كبير جدا في بدايه 25، هبوط بنسبه 13% داون. طب ليه مش تحويلات المصريين في الخارج هي الاساس والصادرات اهم برضو؟ لان تحويلات المصريين في الخارج بترتبط باستقرار السياسه النقديه وسعر العمله، ولما حصل عندنا ان كان في سوق سودا في الدولار، المصريين في الخارج تحويلاتهم قلت بشكل كبير جدا طبعا، لكن الصادرات المصريه ما بتتاثرش. تمام، لان انت بتنتج منتج فبتصدره. طب ليه مش السياحه؟ لان السياحه برضو مرتبطه بالاحداث الجيوسياسيه، حرب في المنطقه السياح ما بيجوش. يبقى المصادر بتاعتك المستدامه والمستقره هو التصنيع في بلدك، وان الصناعه تبقى هي القاطره وهي العنصر الاهم اللي تركز عليه. طيب هل بس الصناعه كتوتال ولا كمان اركز على صناعات معينه؟ لا، انا محتاج يعني كمان اهم الصناعات ايه؟ اركز على صناعات معينه. اهم الصناعات هي ان زي ما احنا كده بنقول في وظائف هتختفي، وظائف هتستحدث، كمان في صناعات النهارده محتاجين نركز عليها بتكنولوجيا حديثه جدا ومتطوره. اهم الصناعات ايه دي؟ عايزه مش شخص، عايزه لجنه في مصر تشوف ايه المواد الاوليه اللي موجوده في مصر بشكل كبير، ايه فرصنا في التنافسيه، ايه فرصنا النهارده ان انا هيبقى عندي فرصه كبيره جدا ان انا انطلق في هذه الصناعه على مدار السنوات القادمه، فاخد اللاين دوت، ايه فرصنا ان انا اجيب المصنع اللي انا عايزه من بلده واخليه يعمل مصنع عندي في مصر. تمام، ايه الفرصه الاستثماريه اللي ببقى متاحه له، اقول له تعالى عندي انا احسن من المنافسين، وبالتالي هتحقق عندي ارباح اعلى. بس هو ممكن يجي لي ليه؟ يعني انا دلوقتي بصنع في بلد تانية، هيجي لي هنا ليه؟ هيجي لك عشان 4 اسباب. واحد، ان انت بتحقق له فرصه استثماريه وعائد استثماري اعلى من المكان اللي هو فيه، سواء في ضريبه، سواء في رسوم تصديريه، سواء في سعر عماله، سواء في خدمات ومرافق او اي حاجه. بوفر له فلوس وبوفر له بيئه عامه فبيكسب اكتر، ده سبب يخلي المستثمر يجي لك. السبب الثاني ان انت بلد عندك استقرار، والاستقرار ده بيشمل نواحي عديده، استقرار امني، استقرار تشريعي، استقرار تجاري. تمام، فده محتاجين يبقى عندنا استقرار. الجزء الثالث، انت عندك موقع النهارده بنحكي ونتحاكى عنه ان موقع مصر استراتيجي هو بتربط 3 قارات. طب ما النهارده بقى الكلام ده مش كلام بنقوله في الكتب، صيفا لا سيبك من الجو، يعني الجو ضرب خلاص. لا بس احنا بنتكلم عن ناحيه اقتصاديه، ما تستغل موقعك دوت ان انت رابط ما بين افريقيا واسيا واوروبا بشكل اكثر تطور. علاقاتك واتفاقياتك التجاريه مع دول العالم دي النقطه الرابعه المهمه جدا، بتفتح لك سوق النهارده ان انت تبقى بوابه لافريقيا للتصدير، وربط ما بين اسيا واوروبا وعلاقات جيده. انت مصر من اكثر الدول اللي لديها اتفاقيات مع دول العالم كله، ما تستغل بقى الاتفاقيات دي. طبعا
انت رابط العالم كله باتفاقيات تجاره واتفاقيات تبادل تجاري، وعندك فرص وعلاقات جيده مع الجميع. ما تبقى انت الهب اللي موجود، او انت السنتر للانشطه دي. كل ده بيساعد المستثمر ان هو يجي لك. بس مم. هو خايف. طب خايف ليه؟ خايف عشان مفيش استقرار تشريعي، انتوا بتغيروا القوانين كل شويه. اه طب خايف عشان مفيش رؤيه واضحه لشكل الاستثمار. هل النهارده الضرايب بتعامل ازاي ضريبيا؟ بيجي مم. المستثمر يسالك، يقول لك طب انا بتعامل ازاي ضريبيا؟ مم. فتقول له والله بص احنا عندنا. يقول لك لا انا عايز جهه واحده تتعامل معايا برقم واحد ثابت. عشان كده حضرتك بتتكلم في توحيد القانون بتاع الاقتصاد وتوحيد الجهات بقى كده. بالظبط، توحيد مم. الجهات. وكان احد الحاجات التوجيهات الهامه جدا التوجيه الرئاسي الصدر من رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق مم. بتوحيد، او ان الرسوم كلها تنضم تبقى ضريبه واحده. مم. يعني النهارده في جهات كثيره بتاخد رسوم من الشركات. صح. انا عايز اوحدها. انا هحط 100 مليار مم. عشان استثمر في قطاع كذا عندكم في البلد، فهحقق ارباح للبلد، وعلى اللونج تيرم وضع هيبقى افضل بكتير. طيب انا لما احط 100 مليار دول هدفع، الدوله المصريه تاخد مني كام؟ فاقول له والله بص، هتاخد منك مرافق ميه وكهرباء وغاز كذا، هتاخد منك ضرايب كذا، مم. هتصدر وتطلع منتجك بطريقه كذا، عندنا استقرار، فانت كل اللي انت بنقوله لك دوت مم. هتحققه على مدار السنين. مم. وبالتالي يبقى عندي رؤيه كمستثمر ان البلد دي فيها تنافسيه غير البلد اللي جنبها. طب انا فهمت. كبلد بقى اختار المجال اللي انا عايزه. انا عايز اجيب بتاع كاوتش العربيات، مم. فاديله امتيازات عن بقيه المنافسين لكاوتش عربيات. لكاوتش العربيات، فيجي لي اه. مصانع الافضل في العالم في كاوتش العربيات. فابقى بعد 5 6 سنين مم. انا رقم واحد في تصدير كاوتش العربيات للعالم. فيبقى عندي صادرات مستقره بجوده عاليه في المجال ده. طب ترشح مجال ايه يعني؟ انا عارف حضرتك قلت لي محتاجين لجنة. قول لي 3 مجالات متوقع ان احنا ممكن نبقى شاطرين فيهم جدا وعندنا مصادر الاوليه اللي محتاجينها. بص انا في رايي ان ما يتعلق بالبرمجه مم. والذكاء الاصطناعي، مم. ورغم ان هي مش تصنيع كبير لكنها فكره وتكنولوجيا حديثه بتدخل في كل حاجه، مم. الاهتمام بيها بشكل كبير في المرحله دي هيدي مصر طفره كبيره جدا. اوكي. يعني انا عندي قناعه جدا فيما يتعلق ببرامج الخاصه بالبرمجه والامن السيبراني والتكنولوجيا الماليه في المستقبل، مم. ان النهارده في حاجات هتتغير بشكل كبير. اه. النهارده البنوك اللي النهارده ممكن تكون موجوده هتتغير. مم. الطب هيتغير. طب انا النهارده لو عايز اوصل لمرحله ان الحاجات دي ما تتغيرش، وان انا ابقى لما تتغير ابقى انا عندي شباب في مصر مم. قادر يتصدر المشهد، فاهم مم. تمام ايه اللي بيحصل في العالم. خصوصا ان مجال الذكاء الاصطناعي احنا لسه في المرحله الاولى فيه، في بدايته. يعني مرحلة لسه في الطفولة. بدايته. فبالظبط، فلما اوصل النهارده ان انا ابقى كدوله بدعم الشباب اللي بتركز في البرمجه والذكاء الاصطناعي. مم. احد الحاجات اللي قلتها قبل كده وكانت مبادره ان احنا محتاجين وزاره للذكاء الاصطناعي. ليه ما نعملش في احنا مصر ليه ما عندناش وزاره وزارة فعلا؟ محتاجين صح؟ محتاجين طب تعالى هاخدك بقى من الكلام الاقتصاد ده، تعالى نرجع لورا شوية فين؟ لمرحلة إعدادي. ماشي. هل أنت بتطبق نفس الحاجات اللي اتربيت عليها وتعلمتها؟ إنك دخلت المطبخ بتاع البورصة وأنت في يعني نعومة أظافرك في الطفولة دخلت مجال البورصة، هل بتعمل كده مع أولادك؟ أنت عندك أولاد صح؟ انا عندي 3 بس ما شاء الله. هم لسه يعني صغيرين، حتى ما وصلوش يعني فرح الإعدادي. 12 سنه مم. الكبيره وهنا وسمير لا لسه ما وصلوش ده. لكن بدات اتكلم مع فرح فيما يتعلق ان في المرحله الجايه هنبدا ننزل شغل ونبدا نتعلم، ان بدات تكون وعي وتفهم الدنيا فيها ايه بشكل كبير. فبدات وهعمل كده ان شاء الله في المرحله المقبله، لان ده فادني جدا. مم. النهارده عشان تبقى متميز لازم تبقى اشتغلت كل حاجه وفاهمها بشكل كويس جدا مم. عشان تعرف تتميز فيها. ما ينفعش واحد يدير كيان وهو مش فاهم النهارده مين بيعمل ايه. على مظبوط. الاقل تبقى عندك فهم او وعي ولو حتى بالاساسيات مم. عشان تعرف تدير. المؤسسات الكبيره بتدار صح. بشكل يعني بيحتاج خبرات. مم. كمان تكوين الخبرات والمواقف هي من تثقل البني ادم ان هو يبقى اكثر قوه وتميز. مم. فالحد اللي بيشتغل من بدري بقى عنده قوه وقادر يفهم في هذه المنظومه اللي بيشتغل فيها ايه مصادر القوه ومصادر الضعف، ايه الخلل اللي موجود فيها، يقدر يبقى رايك مؤثر. مم. الحاجه كمان اللي بقولها مهمه جدا، ان لما تتكلم لازم الناس تسمعك عشان انت فاهم انت بتقول ايه كويس قوي، مش مم. بس بتتكلم. فده الدنيا بتعلمه لك والخبرات بتعلمه لك. مم. فهي القصه كلها ان النهارده محتاجين ان الجيل الجديد يطلع
اللي بقى عنده ادوات ما كانتش متوفره عندنا ولا اه. عند اللي قبلنا، مم. بس يطلع النهارده يستفيد من بدري قوي، وانا كمان اهله واركز معاه. يعني ايه اهله واركز معاه؟ يبقى انا ازاي؟ عارف ان عندي رؤيه. والله النهارده الناس بتتكلم على تعاملات في البيتكوين، مم. تعاملات في البورصات العالميه، تمام. مم. طب انا النهارده ابدا اجيبهم واعلمهم يعني ايه تعاملات في البورصه المصريه. مم. فمثلا البورصه المصريه فتحت المجال للشباب من 15 سنه، ودي خطوه ايجابيه جدا. مم. ابدا النهارده اقول والله لا، انا عايز اعمل رحلات مدرسيه للبورصه، ابدا اعمل مم. توجيه النهارده للتداول، ان يبقى في اسهم بيدخل فيها عدد احصائيات، عدد الشباب اللي من سن 15 داخلين قد ايه. كل ده النهارده بيساعد الاعلام يركز كمان على الشباب في المرحله ديت، مم. لان في انفصال كبير جدا النهارده ما بين الشباب اللي بقى السوشيال ميديا هي الشاغل الكبير له، مم. وما يتعلق بالاعلام اللي احنا بقى بنشوفه في حاجات تانية كتير جدا. تراديشن. فمحتاجين نركز على الشباب الصغير، لان في النهارده قد نكون كمان مفتقدين للقدوه. هو شايف ناس هو مش عارف هو عايز يبقى مم. زي مين، فلازم نحط كمان قدوه ورؤيه لشكل مصر بقى في المستقبل. النهارده يبقى في نماذج مشرفه، عشان ما نشوفش نماذج تضر وتضل الشباب. يعني كلام كلام في محله جدا. واتمنى ان احنا نبقى شغالين على ده الفتره اللي جايه. انا مش عارف هل في حاجات ليها علاقه مثلا بسياسات او بتشريعات او بمبادرات طالعه من البرلمان او من الحزب ليها علاقه بالكلمه الدارجه اللي هي تمكين الشباب. بس انا هنا مش عارف الشباب 15 سنه ده شباب ولا لا. بس خلينا ارجع لفرح قبل ما نخش في حته الحزب والسياسه شويه. فرح فرح بنتي. الكبيره، صح؟ اه. هل هتدخلها مطبخ الاقتصاد والبورصه زي ما حضرتك دخلت، ولا هتوديها حاجه زي مثلا الاي اي، الذكاء الاصطناعي، الحاجات الجديده بتاعت الجيل الجديد؟ هدخلها المكان اللي هي عايزاه، المطبخ اللي هي تحلم بيه، المطبخ اللي اوكي. يتماشى مع قدراتها ورغباتها. امم. آه، بص النهارده الاجيال اختلفت، امم. وكل شخص طالع النهارده عنده قدرات معينه. ازاي انا اقدر ابص على قدرات بنتي واحاول اساعدها في ان هي تروح في الحته اللي بتحبها، امم. الحته اللي هتبقى شاطره فيها. لو وديتها في الحته اللي بتحبها وهي شاطره فيها ودعمتها، ايا كانت اي اي، اقتصاد، ايا ما كان المجال اللي هي آه، طموحها تروحه امم. وفكرها تروحه، بس لازم نتكلم مع اولادنا، لازم نتناقش معاهم، لازم نعرف هم بيفكروا ازاي. لان خد بالك الزمن تغير، طبعا. هم بقى عندهم معلومات وداتا وتطلعات مختلفه، فلازم نسمعهم بشكل كبير جدا. انا هدعمها في اي مكان واي مجال هي بتحبه، امم. وهوديها، بس هبدا معاها من بدري. هي دي الحاجه اللي احنا هتبقى مشتركه بينا، ان انا هبدا معاها من المرحله الحاليه، ان هي تبدا تاخد خبرات وتتعلم وتروح. لان خد بالك احيانا بنبقى التجارب هي اللي بتثقلنا. امم. فاحيانا تبقى هي شايفه ان هي تبقى شاطره قوي في الاي اي، فلما تدخل تلاقي لا انا مش شاطره في دوت، مش ده اللي يتناسب مع قدراتي وفكري، فتبدا تغير. لازم ادعمها حتى لو فشلت مره، لازم تقف تاني على رجلها، ونبدا نركز وراهم ان احنا نوديهم في الحته اللي تتوافق مع قدراتهم ورؤيتهم. انت عارف كان بيقول لك ان الاطفال الصغيرين خالص اللي عندهم 4 سنين، 4 سنين، امم. تقدر تعرف توجهات الطفل ده هيبقى ايه لما يكبر لو ركزت على اربع حبه سنين 4 سنين. امم. لو ركزت على قدراته الشخصيه، يعني في امم. واحد هتلاقيه مميز جدا مثلا وهو طفل كده في حاجات معينه، لو ركزت عليها النهارده هتقدر تعرف تتوقع الطفل ده ممكن يبقى ايه. امم. ودي اخر ما توصل اليه العلم، ان الطفل اللي هو من 3 ل5 سنين، يعني متوسط 4 سنين، امم. قد نقدر نميز ان الطفل ده هيطلع موهوب كدكتور، كمهندس، كلاعب كوره. يا امم. فلو عرفت اركز على الحاجات دي وابدا افكر فيها، امم. هوجهه الاتجاه الصح. لكن احنا في المرحله الحاليه، امم. فرح 12 سنه النهارده، ما شاء الله. لازم ابص هي بتفكر في ايه، امم. نفسك تبقي ايه لما تكبري. طب ليه؟ طب ليه مش المجال ده؟ طب ما نفكر. امم. بس في الاخر ما تختاروا سأدعم بنتي فيه. يعني بنتمنى الفرح التوفيق. يا رب. و... وفي سمير صغير في سمير وفي النص هنا. وهنا، اه. بنتمنى لهم التوفيق وربنا يعينك هذا هنا الجيل. هنا وسمير دول مصر كلها المفروض تتمنى لهم الهدوء مش التوفيق، لان هم الهدوء. لا لا ما شاء الله عندي طب تعالى بقى نخرج بره العيلة. عايز اعرف ليه بدأت العمل العام. انت قلت لي انت بعد رحلة الجامعة والشغل دخلت في الجزء بتاع العمل العام. يعني ليه بدأت العمل العام، وليه دخلت الجزء السياسي؟ ليه مثلا مش جمعية خيرية؟ ليه مش حاجة ملهاش علاقة بالعمل، يعني بالعمل السياسي والأحزاب؟
هقول لحضرتك، بص، في البدايه مصر حصل تغيرات كبيره جدا في شكل الدوله المصريه. احنا بدأنا سنة كام؟ انا بدات فعليا في 2013 2014، وكان دي مرحله هامه جدا لان مصر كان فيها تغيرات سياسيه وتغيرات على طبعا. مستوى الدوله بشكل كبير جدا، مم. بدايه من 2011 وما تلاه. مم. آم، في هذه الفتره كنت النهارده بيبقى عندك طموح كبير جدا ان يبقى عندك دور وقدره ان انت كشباب تدخل في المنظومه والحياه السياسيه بشكل كبير جدا. مم. انا بؤمن جدا بالتخصص، فانا كنت بكتب مقالات اقتصاديه تحلل الاقتصاد بشكل كبير في هذا التوقيت، وبطلع على القنوات احلل البورصات والاقتصاد. مم. آم، البدايه كانت مع حزب المؤتمر. حزب المؤتمر. كان يرأسه السيد عمرو موسى، مم. والسيد عمرو موسى قامه كبيره جدا. طبعا. وكان في مجموعه هي اتحاد شباب حزب المؤتمر، مم. وكانت مجموعة متميزة للغاية. بعد السيد عمرو موسى تولى الحزب السفير محمد عرابي وزير الخارجية الأسبق، وتلاه الرهبان عمر المختار سميدة وهو الرئيس الحالي. في 2013 14 دخلت حزب المؤتمر، مم. كنت عضو عادي خالص. بدأ اتحاد الشباب بتاع حزب المؤتمر، بدأت أبقى رئيس اللجنة الاقتصادية في اتحاد الشباب. مم. وبعدها بدأت أفكر إزاي نقدر النهاردة نطلع كحزب رؤية للدولة المصرية في هذا التوقيت الحساس جدا، مم. يعني مرحلة حساسة جدا، ونطلع تقارير ونقول رؤيتنا في الاقتصاد وإيه اللي المفروض يتعمل وإيه اللي مم. ونشارك كشباب في الزخم السياسي ونضع رؤيتنا، وكان مم. المجال مفتوح. فعملت الكثير من التقارير الاقتصادية وبدأ الحزب يطلعها وبدأنا نعمل شكل كويس، وده أهلني إن أنا أبقى رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب المؤتمر. مم. وترشحت على حزب المؤتمر في انتخابات مجلس النواب 2015. حلو. ودي كانت اول تجربه بقى سياسيه، ازاي انت تبقى شاب مم. الاصغر سنا كان بتنافس. عندك كام سنة 2015 تقريبا؟ يعني احنا 25 دلوقتي، فكنت اصغر من كده ب 10 سنين. لا، كان عندي 32 سنه. 32. فساعتها كانت تجربه يعني مميزه جدا. مم. دخلت انتخابات. طبعا دي حاجة كبيرة. يعني ايه الانتخابات؟ دخلت الدايره بقى، هي دايره مدن شرق القاهره، اللي هي التجمع الاول والثالث والخامس ومدينتي والرحاب والعاشر والحاجات. وبدر يعني والشروق، ومساحه كبيره جدا. وكانت مشكلتك في 2015 ان انت بتقعد تتكلم مع الناس وتقول لهم انا شاب وعندي طموح وعايز اعمل حاجه وبفكر في كذا ومتخصص في الاقتصاد. فبعد ما تتكلم مع مجموعه من الناس يقول لك معلش احنا اسفين. طب يا جماعه انا ما اقنعنيكوش، انا عندي مشكله. فيقول لك لا والله احنا بطايقنا كلها مش التجمع. كان لسه البطايق كلها ما اتغيرتش. يا نهار فكان أبيض. عندك صعوبه كبيره جدا ان انت بتشتغل في دايره انتخابيه لسه دايره حتى حديثه، فما فيهاش البطاقات بتاعتها عشان تدخل. لكن خدت تجربه هامه جدا. بدات ب3 شباب، المجموعه اللي بتشتغل معايا وصلنا ان احنا تعدينا ال 120 شاب، كلهم شباب الله. جامعي، دكاتره وصيدله وهندسه. كانوا بيشتغلوا بقى معايا بحب. كان في مجموعه عندها قناعه ان في شاب مصري ممكن يقدر يوصلوه لمكان كويس في مجلس النواب ويضعوه في هذه المنطقه والحياه السياسيه، وان ده بيمثلهم وده حقيقي وقريب منهم. لان انا كنتش ما بشتغلش سياسه. طب اشتغل سياسه ازاي؟ طب القرار جه منين؟ القرار جه ان انا لما دخلت الحزب بدات اشوف طب انا اللي عايز يشتغل سياسه في مصر حقيقي لازم يدخل احزاب. فلما دخلت الحزب بدات اشتغل على الملف بتاعي الاقتصادي والتخصص فيه. فبدات اشوف ان على المفترض ان الناس المتخصصه في النواحي الاقتصاديه تكون موجوده في المجالس سواء التشريعيه سواء شيوخ او نواب. فبدات النهارده اتكلم، وبدا النهارده الحمد لله يعني كنت ساعتها محقق وضع واسم جيد للغايه في حزب المؤتمر. فلقيت ترشيح من رئيس الحزب ان انت تنزل الانتخابات. قلت له يا فندم انا يعني هاخد الخطوه دي. جميل. وانا من النوع المغامر والمثابر، يلا. وبعدين عندي قناعات ان احنا اللي عايز حاجه لازم يسعى لها ولازم يقدم عليها مهما كانت صعبه. ما كنتش عارف هقدر اصرف على نفسي واعمل حمله انتخابيه ولا لا، ما كنتش قادر عارف ان انا هقدر اكون مجموعه ولا لا، هقنع الناس ولا لا. يعني انا كنت بتكلم مع الناس لدرجه ان كنت بطلع احيانا لبيوت الناس اخبط عليها، والمجموعه اللي معايا تقول لهم احنا معانا مرشح عايز. فابدا اتكلم مع الناس واقول انا هعمل كذا، وانزل واشوف الناس. فبدات لما تنزل تشوف الناس تشوف مشاكل حقيقيه ممكن تكون انت متخيلها ان هي مشاكل بسيطه لكنها مشاكل حقيقيه. هل انت عندك قدره بامانه قدام ربنا ان انت تحاول تعالجها، تسعى حتى في معالجتها؟ هل انت النهارده تقدر تمثل الناس دي بشكل حقيقي؟
والناس تبقى شايفاك شخص محترم وشخص جدير بان انت تمثلهم. كل ده النهارده مجهود. يعني احنا طلعت الرابع في وسط 30 مرشح على كرسي في 2015، مم. وبعدها تقدمت باستقالة من حزب المؤتمر لظروف صحية بوالدي الله يرحمه، كان ظروف صحية، وبعدين توفاه الله في 2017. انضميت لحزب مستقبل وطن، رجعت السياسه تاني. رجعت السياسة تاني، مم. انضميت لحزب مستقبل وطن في هيئة مكتب محافظة القاهرة في مستقبل وطن، مم. وبعدها تصعدت للأمانة المركزية في حزب مستقبل وطن. طب كان ايه الموتيفيشن، ايه اللي رجعك سياسه تاني؟ ما فعلته في انتخابات 2015 في القاهرة الجديدة، وفي تكوين أرضية وشعبية جيدة للغاية ووضع جيد ليا، مم. أعتقد إن ده اللي خلى حزب مستقبل الوطن يبقى شايفني كأحد الكوادر هما اللي الهامة كلموك. طبعا. مم. يعني دخلت الحزب وتدرجت فيه في الأمانة المركزية. كنت مع رحمة الله عليه الوزير العمري فاروق في أمانة الهيئة الاستشارية للحزب، مم. وبعدها أمانة الشباب كأمين مساعد مع النائب محمد الجرحي، مم. وبعدها في أمانة الاستثمار مع الصديق العزيز سمير صبري. مم. ودخلت انتخابات 2020 مجلس الشيوخ مرشح فردي عن حزب مستقبل الوطن ونجحت الحمد لله. الحمد لله. طب تقييمك ايه للفترة اللي قضيتها من 2020 ل 25 في مجلس الشيوخ؟ تقييمي كشخص ان احنا النهارده بيبقى عندك حاجتين مهمين قوي. هل انت تستحق تكون في هذا المكان ولا لا؟ وازاي تشتغل على نفسك عشان الامانه اللي انت بقيت فيها تعرف على الاقل قدام نفسك وقدام الناس تبقى تحترم نفسك. هل انت تستحق المكان اللي انت فيه دوت؟ دي الاول ليها ايديولوجيه وطريقه. هل انت مؤهل وبتتكلم بطريقه مؤهله ومحتاج تكون موجود في المكان دوت وفاهم ابعاد المكان ده وبيوديك فين؟ يعني ما هي اختصاصات عضو مجلس الشيوخ؟ ما هي صلاحيات عضو مجلس الشيوخ؟ ده سؤال مهم. ما هي دور عضو مجلس الشيوخ؟ هرد عليك. والجزء الثاني ان النهارده ازاي تستفيد بخبرات وتعلم نفسك وتطور نفسك لحد ما النهارده تبقى شخص مميز ونائب مميز في مجلس الشيوخ. بص، مجلس الشيوخ هو الغرفة التشريعية الثانية، ومجلس الشيوخ هو بعد إلغاء مجلس الشورى سابقا مستحدث في دستور مصر مجلس الشيوخ، وهذا كان 2020 كان أول مجلس شيوخ. ده كان أول مجلس شيوخ، كان قبليه مجلس الشورى. كان مجلس الشورى واتلغى، وبعدين بعد الدستور ده أول مجلس بهذا المسمى الجديد اللي هو مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة، ومجلس الشيوخ هو غرفة التشريعية الثانية اللي بتدعم عنصر هام جدا، أن التشريعات تمر على غرفتين، مجلس الشيوخ وبعدها مجلس النواب، فما يطلعش فيها عوار قانوني أو خطأ قانوني أو مشكلة. وكمان إزاي القانون يطلع يفيد المواطن المصري بشكل حقيقي. فده أحد الحاجات الهامة جدا. مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية كل سنة. مجلس الشيوخ له دور كمان بيسموه مجلس الخبرة، إن كل اللي موجودين فيهم كلهم قامات متخصصين في أكتر من مجال، فلهم رأيهم الخبير، وبيختلف تشكيله عن مجلس النواب. احنا 300 نائب بنيجي من خلال 3 حاجات: قائمة وفردي وتعيين. القائمة دي قائمة بتبقى قائمة موحدة وبيكون فيها تجمع من أحزاب زي ما احنا شايفين في الانتخابات الحالية، قائمة واحدة وبيبقى فيها اختيارات. والفردي تبقى مرشح سواء اللي عايز ينزل عن حزب معين أو عايز ينزل مستقل. والتعيين وكلاهما بنفس النسب 100 100 100. ف300 نائب بيجوا 100 في قائمة و100 فردي و100 تعيين من السيد رئيس الجمهورية. طب ايه صلاحيات بقى عضو مجلس الشيوخ؟ صلاحيات عضو مجلس الشيوخ هي صلاحيات تتعلق ب انا مش عايز اكلمك على المميزات او مش على الحصانه والوضع. لا عايزين الصلاحيات. انا بشوف الصلاحيات. يعني ايه الصلاحيات؟ يعني النهارده هو بيعمل ايه دوره؟ دوره الاول ان القوانين التي تمر عليه سواء من خلال مجلس النواب او من خلال رئيس الجمهوريه، ان هو النهارده بيقدر يراجع على هذه القوانين فيعقب عليها من خلال اللجان المتخصصه. يعني قانون اقتصادي بيمر على اللجنه الاقتصاديه، تبدا تذاكره وتناقشه ويتم نقاشات داخل اللجنه، وبعدين يعرض على الجلسه العامه، فيخرج من مجلس الشيوخ متراجع
مم. ومتعدل فيه التعديلات اللازمه لما يفيد الشعب ويحقق القوه لهذا القانون، وبالتالي يمر على مجلس النواب وهو مم. البوابه الثانيه والبوابه النهائيه في تشريع القانون. وبالتالي هنا يخرج القانون اكثر قوه، لانه عدى على اثنين، عدى على بيت الخبره اللي هو مجلس الشيوخ، مم. وبعدها عدى على مجلس النواب اللي هو اصل التشريع، وبالتالي يخرج القانون بشكل قوي. الجزء الثاني كمان ان انت النهارده عندك طلبات برغبه في مجلس الشيوخ، عندك طلبات بالمناقشه، وايضا العنصر الهام جدا الاثر التشريعي. يعني النهارده لو في قانون معين انت شايف ان ليه عايز تذاكره كاثر تشريعي، او تشوف حاجه تتعدل فيه، او تطرح رؤيتك فيما يفيد المواطن المصري، مم. انت بتقدر تطرحها من خلال مجلس الشيوخ، وهو مجلس الخبراء والحكماء كما يطلقون عليه في مصر. ليه طب. بقى؟ مم. لان النهارده انت محتاج يبقى عندك رؤيه اكثر قوه وهدوءا. مم. لان مثلا انت النهارده بتجيب الناس كلهم قامات كبيره في مجالاتهم، مم. فالنهارده بتبدا تركز. والله لما بنتكلم في الاقتصاد، مجلس الشيوخ عنده لجنه اقتصاديه ومجلس النواب عنده لجنه اقتصاديه، فانت متخيل انت قانون بيعدي على لجنه اقتصاديه ثم جلسه عامه ثم لجنه اقتصاديه مره اخرى ثم جلسه عامه مره اخرى، يخرج تشريع عامل ازاي؟ وهنا بتحقق الفايده الحقيقيه لخروج قوانين حقيقيه تفيد المواطن المصري بشكل كبير جدا. طيب، ايه اهم القوانين اللي اتطرحت، يعني او اهم 3 قوانين عشان ما نبقاش بنقول حاجه في الدوره اللي فاتت؟ بص، قانون الماليه الموحد كان من اهم القوانين اللي طرحت بشكل كبير جدا. مم. في ايضا قوانين كثيره جدا طرحت على المجلس، سواء في قانون فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق بالسياحه، فيما يتعلق بصناعه السيارات، فيما يتعلق مم. ب كلها. على فكره مش عايز اديك ابرز 3 قوانين، لا انا عايز اقول لك ان في قوانين كتير جدا تتعلق بالماليه مم. العامه، قوانين تتعلق ب ايضا ما يتعلق ب الاستثمار واعطاء فرصه للمستثمرين ورد الضرائب للمستثمرين. كل دي النهارده قوانين وتشريعات خرجت من ما يتعلق بالثقافه. احنا اتكلمنا في حاجات كتير جدا في المجلس، كلها مم. متنوعه وكلها تفيد بشكل كبير جدا الدوله المصريه. وهنا كان مم. كمان الرؤيه ان انت عندك الخبراء ومجلس الحكماء لما بيخرج النهارده التشريعات وتمر على مجلس النواب، مم. فانت تبقى اكثر قوه لهذه التشريعات بشكل كبير جدا، وبتفيد النهارده المواطن المصري. ليه؟ لان النهارده قد يكون وجود مجلسين في دوله بحجم مصر، مم. النهارده انت محتاج ان التشريعات دي تخرج تشريعات حقيقيه، ما يبقاش قانون خرج ومش عارفين ننفذه. لا، احنا مم. محتاجين تشريع يتم ويطلع له لائحه تنفيذيه ويتنفذ فيفيد فعلا الشارع المصري والمواطن المصري بشكل